عسلامة عسلامة، صباح النور والورد والياسمين، إن شاء الله نهاركم زين. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي روتينات جدد أخرين. إن شاء الله يا ربي تعدي لكم نهاركم مبروك. مرحبا بكم في قناتي. جيتكم كما قلت لكم فيديو جديد. حسيلو باش هبط مخر شوية، هو أنا قلت صباح خير مش هبط مخر شوية. دونك دخلت بكم طول في صلب الموضوع في الكوجينة. عملت فطوري بيتزا، ما عملتش الحق حاجة جديدة معناها، فهمتوا؟ اما قلت ما نحبش نغيب، خليني نصور ميسالش حتى بورتون حاجة خفيفة ما فيه شيء الفيديو، اما خليني نصور. حتى عملت لكم بيتزا والله جيت بنينة بنينة بنينة، نودكم ولا نشاهيكم بات بالحق جيتني عالمية. حسيتوا كيما تشوفوا حطيت الحليب والخميره وشويه سكر باش يتفاعلوا مع بعضهم ويطلعوا. ومن بعد حطيت عظمه وحطيت زيت وبديت الزيت راهو كيما تحبوا نبيتي ولا زيت زيتونه. وبعديك حطيتهم بديت نخلط هكايا بيدي ونزيد في الفرينه، نخلط ونزيد في الفرينه لاني تلمت لي شويه كيما تشوفوا هكاكا. وكي جيت ندهن، كي جيت باش نحطها على البلان دو ترافاي حطيت شويه فرينه وبديت ندلك فيها بيدي، معناها عجنتها بالكدا بالكدا بالكدا. اللي عنده عجينه يحط في العجينه، واللي ما عندوش عجينه معناها يلزم شويه عجين بالكدا بيدي. حسيلو خليتها من بعد باش خليتها من بعد لازمها على خاطرها تخمر بالكدا باش يطلع باش تطلع معناها تخمر على الاخر. غطيتها وحطيتها فوق الغاز. من بعد جيت لهنا نظفت الدكانه. قلت لكم فيديو ما فيه حتى شي، راني مسحت وعملت كل شيء وحدي الحق. هذا فيديو بالسبت، عملت غرام ميناج وحدي، ما حبيت نصور معاكم كيما ديما نقولكم على خاطر بنيتي في الدار وفي الصاله، دونك ما نلقاش كيفاش باش نعمل باش نصور وكل. ان شاء الله يا ربي توك يرجعوا هما يقراو، واحد يولي على راحته اكثر، ينجم يدور ويصور وكل على راحته. بخاطر انا نتصور انهم فيديوهات نتاع الروتينات باش العباد تتشجع، هي اللي يبداو فيهم لي نومبر دو فو اكثر. دونك كهو البنات شفتوني الحليب اللي صبيته وفطرنا به الصباح وعملت به الباتو في وليت غسلت هذيك خاطر انا ما نحل باكو جديد الا ما نغسل هذيك باش ما يفسدليش. بعد عملت مسحه صغيره الكوجينه، قلت لكم قعدت لي كان الكوجينه خاطر سيقت الدار الكل، قعدت لي جوست كان الكوجينه. قلت خلينا نكمل نعجن وكل ونحطها. بلي سامحوني كان جاي شويه صوت نتاع التلفزه، راني حاطه الكوميك باش نجم لبنيتي باش نجم انا نعمل معكم مونتاج. باهي شوفوا حسيلو كالقربج هذيك انا اللي حطيته في كساك باش نعمل ان شاء الله نحب نعمل خزينه صغيره باش نحط فيها كالقربج هذيك الكل. به كهو عملت كما قلت لكم مسحه للكوجينه. ومن بعد حسيلو عملت كيا شويه اير فريش للدار، هذه انا ديما ناخذها ريحتها بنينه وديما نوريه لكم ونقول لكم بالحق والله راهي ريحتها بنينه على الاخر. به بعد حسيلو من بعد قلت لكم قلت يا خلينا نعمل، عندي برشا ما عملتش حاجه حلوه، قلت خليني نعمل براونيز. حسيلو الريسيت هذيا والله جربوها باش يجيكم بنة على الاخر ما فيها حتى شيء. عملت كعبتين عظم معاهم كيس سكر، عليهم 100 جرام زبدة، حطيتها طول راهو معاهم 100 جرام زبدة. وحطيت شطر كيس كاكاو معاه شطر كيس معناها الكل في الكل كيس مخلط بالفرينة والكاكاو. به ومن بعد من فوق يتحطوا بيبيتو شوكولا، انا ما عنديش والا حطيت انا شوكولاته توابع. كهو حطيتها في الفور، دخلتها في الفور. وبعد هنا شو كيفاش حبيت نوريكم الكوجينه كيفاش قاعد يطيب وكل. طابت سي بون، هي ميم با راهي والطيب عرفت خاطر لازمها تجي طريه. والله جيت بنينه، واصلا انا ريتها على التيك توك قلت خليني نجربها، وندمت اللي ما خديتلهاش بفري ولا حاجه، قلت باش كان فزتها هكا كي تطيش واحد ما يتغذوش هكا البفري وهذيك وكل. حاسيلو كهو من بعد كملت من البراونيز حطيتها على جنب وجبت الفرينه متاعي كما قلت لكم حطيتها ترتاح سي بون ارتاحت. شوفوا كلبات راهي بالحق والله قد ما نقول لكم راهي جيت عالميه والله. انا على قد ما نعمل بيتزا هذيا احسن مره نعمل فيها بيتزا بالحق والله. حليتها كيف نكيه، والحق شريت صوص من برا، ما عملتش الصوص عرفتوا. حطيت فوقها صوص طماط وحطيت جبن ودخلتها في الفور. ومن بعد كي دوب ما بديت تطيب خرجتها، حطيت جبن موتزاريلا وحطيت جامبون. المره الاولى عملت فيها جامبون، المره الثانيه حطيت فيها طن.
كهو البنات من بعديك دخلتها في الفور كما قلت لكم في المره الثانيه، وشخشختها بالجبن. وجبن راهو كل قدير وقدره، قال الراجل والله العظيم انا بعد ساعات ما نعملهاش راني بالجبن، نعملها بكل طماطم وفلفل وعرفت وطن، والله تجيني بنينه على الاخر. هذه هي اللولانيه اللي عملتها بالجامبون، حبيت تشوفوا كيفاش معايا الباد جيت جويده، وكجويده ماهيش يابسه معناها، عرفتوا. والله نحبكم تجربوا هالبات هذيا وقولوا لي بالحق والله. كا حبيت نهزها اما سخونه ما نجمتش، حبيت نوريه لكم كيفاش. وهذايا الثانيه اللي بالطن، ريتو كيفاش دوما بديت التيباكيه البات، خرجتها وعبيتها بالموتزاريلا وحطيت الطن وحطيت زيتون، ومن بعد دخلتها في الفرن. انا من سنسه الطن والزيتون نحطهم في كي كي نخرجها باش نقصها. المره هذيا قلت ليه خليني نحط ونجربها نشوفها كيفاش باش تعطيني. يا اخي جات ناجحه على الاخر. ان شاء الله يعجبكم الفيديو متاع اليوم، هاكا فيديو خفيف روتين ما في حتى شيء، هاكا واحد كان ما عندوش دبارة وهاكا انا دبرت عليكم دبارة، ان شاء الله نكون خفيف الظل عليكم. وما تنساوش باش تشجعوني، نبوسكم بوسه كبيره، باي باي.